من ضمن تلك الذنوب الطاحنة التي أيضا وعد المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين، الإنسان المؤمن الواقعي إن صح التعبير، ما يرتكب، لا يتجرأ على خالقه، الذي وعد من يرتكب هذا الذنب العظيم إخواني وأعزائي والعياذ بالله، شهادة الزور. شهادة الزور. ولا أدري أي نفسية هذه النفسية وأي قابلية هذه القابلية، أن يأتي الإنسان يضع أو يجعل يده على المصحف على الكتاب الكريم ويقسم بالكتاب الكريم بشيء هو يعلم مخالف الواقع. هو يعلم يخالف الواقع، اللي هاي نعبر عنه شنو؟ بشهادة الزور. ما أدري يقولون هالشكل بعض الأمكنة، قاعدين بباب المحكمة، هذا يحتاج أنه لقضية ما يحتاج شهود، زين هي الشغلة على كل حال الحسبة داتشة، ويحتاج إلى من هو على، فيدور يريد له واحد يحلف له كذب، فيقول له ترى ذولا قاعدين هاي شغلتهم، ذولا قاعدين هاي شغلتهم، ناوش هالمبلغ هذا ترى عد كذب عد يمناك، ذولا كذب حلف تريد عد يمناك، فيأتي يقدم لهم المبلغ الكذاي على كل حال، ذولا ما يطبون المحكمة يخلي إيده على القرآن ويحلف كذب. شهادة الزور إخواني وأعزائي. قلنا في كتمان الشهادة في الليلة الماضية، كتمان الشهادة عندما الإنسان يكتم في قلبه ما هو يغير حكم الحاكم. كتمان الشهادة يكتم في قلبه ما يغير حكم الحاكم. أما بالنسبة إلى شهادة الزور فالذنب ذنبين: أولا يكتم ما هو يعلم به، يكتم ما هو يعلم به، وثانيا إخواني يشهد بذلك الشيء الذي هو لم تكن له صلة مع الحقيقة، مع الواقع والحقيقة. فالذنب ذنبين. باختصار إخواني، العباد عبادان: عباد الرحمن وعباد الشيطان. بالنسبة إلى عباد الرحمن هناك مجموعة من الصفات، مجموعة من الخصوصيات ذكرت في القرآن الكريم في صفات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية والآيات التي من بعدها تشير إلى بعض الصفات والخصوصيات التي هي من صفات وخصوصيات عباد الرحمن، ومن ضمنها عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. زين، والذين لا يشهدون الزور من هم؟ عباد الرحمن. إذا شهدوا الزور ايش راح يصير؟ من عبادة الرحمن وإلى عبادة الشيطان. معلومة إخواني قد البعض ما يعرفها: أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام ما رواه البلاذري، عالم من علماء العامة، في كتابه أنساب الأشراف. يقول: عائشة في طريقها إلى البصرة وإلى حربها مع إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مر الجيش ببركة ماء، مر الجيش ببركة ماء وإذا سمعت نباح كلاب، سمعت عائشة نباح كلاب، فسألت: ما يقال لهذا المكان؟ احنا وين؟ قالوا لها الحوأب، قالوا لها الحوأب. ماذا قالت؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ردوني إلى بيتي، ردوني إلى مدينة المصطفى فإني. قالوا: ما الخبر؟ إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وعنده نساء أيتكن تنبحه كلاب حوأب. من اللي إجاها؟ عبد الله ابن الزبير. قال لها: ما الخبر؟
قالت له رجعني. قال لها ما الخبر؟ قالت له الحديث سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك أن تكوني أنت يا حميراء على كل حال من أن تخرج قتالا مع علي بن أبي طالب وأنت ظالمة له. عند ذلك قال لها كذبوا، من كذب من زعم أن هذا المكان هو الحواب. وإذا بعبد الله بن الزبير هنا جاء ب50 رجل، 50 واحد حلفوا أن هذا المكان ليس بالحواب. شو يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة؟ يقول أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام، فسارت أم المؤمنين عائشة إلى حرب إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكما ورد أغاتي من أنت حصيلة المعركة 13,000 قتيل.